هنتكلم النهاردة عن التسويق. ايه هو التسويق؟ عشان في ناس كتير جدا بيختلط ما بينها وما بين الإعلان. محمود فرج، رائد أعمال ومؤسس شركة أي خدمة في البزنس لتطوير الأعمال والتسويق، مدير تسويق ومدرب في ريادة الأعمال، مدرب إدارة مهارات الذات، كاتب كتاب غير حياتك في تطوير الذات، خبرة سنوات في إدارة الأعمال والتسويق، ساهم في إنشاء عديد من شركات وتطويرها، إنشاء أكثر من 1000 حملة إعلانية في مجالات متعددة، قام بتدريب أكثر من 15 ألف متدرب على مستوى الوطن العربي، مستشار تسويقي وأداري لرجال أعمال وشركات داخل وخارج مصر. ايه هو التسويق؟ عشان في ناس كتير جدا بيختلط ما بينها وما بين الإعلان. عملاء كتير بتيجي تكلمنا ان هم عايزين يعملوا تسويق، وفي الاصل ان هو بيبقى عايز يعمل اعلان ممول، ويبقى فكره ان التسويق هو ان هو يعمل اعلان ممول. طيب خلينا نتكلم ونعرف الفرق ما بين التسويق وما بين الاعلان، علشان حتى لما تيجي تتواصل مع شخص او مع شركة يعمل لك تسويق او اعلان تبقى عارف ايه الفرق ما بينهم. لان انت ممكن تروح لشخص تقول له انا عايز اعمل تسويق، ويقول لك رقم كبير، والرقم ده علشان هيعمل لك تسويق، لكن انت في الاصل عايز تعمل اعلان. فبالتالي من هنا لازم انت نفسك تكون فاهم ايه الفرق ما بين التسويق وما بين الاعلان، علشان تقدر تحدد ايه الهدف اللي انت عايزه بالظبط. ولما تيجي تتفق او تتعاقد مع شركة او مع شخص يعمل لك تسويق او اعلان تبقى عارف تتفق معاه ازاي. الفترة اللي فاتت بقالنا كام سنة ظهر مصطلح التسويق الإلكتروني، وفي فرق ما بين التسويق والتسويق الإلكتروني. التسويق هو إدارة داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة، لكن هدف التسويق إن هو يعمل الخطط والاستراتيجيات ويحدد مين الشريحة بتاعت العملاء، ويحدد الأماكن المتواجدة فيها، ويعمل البحث التسويقي، ويبتدي يفهم إيه هي طلبات ورغبات العملاء، ويفهم إيه هي مشاكلهم وإزاي يحلها، ويقدر من هنا إن هو ينافس ويكتب الخطط التنافسية، ويبتدي يعرف إيه هي نقط القوة ونقط الضعف في المشروع، ويبتدي من هنا يحلل كل البيانات اللي موجودة، ويبتدي يكتشف الأسواق الجديدة، يكتشف الرؤية للمشروع، يبتدي من هنا يتوقع الخطط الاستراتيجية. فهنا التسويق فيه بنود كتير جدا وشغل كتير جدا بيتعمل، مش هو الإعلان الممول ولا هو منصة الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا أي منصة. وبمجرد ما تعرف التسويق بشكل كويس هتقدر تحدد الأهداف بتاعتك، وهتقدر من هنا تطور البيزنس بتاعك بشكل كويس، سواء عن طريق خبراء تتفق معاهم او عن طريق ان انت تبقى عارف الخطوات وتعملها بنفسك خطوة خطوة لحد ما توصل للتارجت والهدف اللي انت عايزه. والبيزنس عامة اي حد بيعمل بيزنس هو الهدف منه الربح وان هو يحقق مبيعات. فاحنا بنعمل التسويق وبندرس العملاء وبنشوف طلباتهم ورغباتهم وبنكتشف الاسواق وبنبتدي نعمل الخطط والاستراتيجيات علشان في النهاية يحصل مبيعات. طيب علشان يحصل المبيعات يبقى انا لازم من هنا اعرف تسويق بشكل كويس، واعرف ازاي اعمل التسويق بشكل كويس. هنا التسويق والمبيعات هما اتنين زي بالظبط بيلعبوا دويتو مع بعض. التسويق هدفه ان هو يعمل ترويج للمنتج، يكتشف فين العميل وفين مكان العميل وتواجد العميل واسلوب اللي احنا هنخاطب بيه العميل والطرق اللي هنستخدمها والاستراتيجيات اللي هنكتبها والخطط اللي هنبنيها علشان نقدر نوصل المنتج بتاعنا للعميل. العميل يبتدي يعرفه فيبتدي يروح يسأل عليه سواء اونلاين او اوفلاين، سواء في محل او موجود على رف، او سواء يكلم الشركة يقول لهم انا محتاج المنتج بتاعكم. فيبتدي من هنا دور المبيعات ان هو يقفل الديل مع العميل ويعرفه المنتج ومميزاته وازاي هيفيده والقيمة اللي المنتج ده بيقدمها، ويبتدي يقفل معاه الديل لحد ما العميل ده يشتري. فالاتنين تسويق ومبيعات دورين بيلعبوا مع بعض دويتو. لازم من هنا يكون كل جزئية فيهم معروفة بشكل كويس وكل واحد عارف دوره بشكل كويس عشان في النهاية نقدر نحقق الهدف واللي هو المبيعات.
يبقى زي ما عرفنا دلوقتي ان التسويق مش هو الاعلان الممول. التسويق فيه نقط كتير جدا بنبتدي من هنا ان احنا ندرسها وبنبتدي نشتغل على اساسها، والتسويق بياخد وقت، مش مجرد يوم ولا اسبوع ولا 3 ايام. التسويق بياخد وقت طول ما البيزنس مستمر، طول ما التسويق شغال، لان هو التسويق هدفه دلوقتي ان هو يحدد شرائح العملاء ويدرس سلوكياتهم ويدرس طباعهم ويدرس افكارهم ويدرس ايه الاسلوب والطريقه المناسبه ليهم ويدرس التسعير المناسب ليهم ويدرس ازاي هنوصل لهم المنتج ويدرس الافكار اللي هنخاطب العملاء دي بيهم وازاي هيوصل المنتج للعميل وازاي نخلي العميل دوت يعمل معانا تجربه وازاي 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 واسئله كتير جدا اللي بيجاوب عليها التسويق. علشان كده التسويق هو إدارة مهمة جدا جدا في البيزنس، لازم تكون موجودة في أي بيزنس سواء صغير أو كبير، وبيفضل مستمر. يعني بمجرد ما عملنا الكلام ده خلاص كده مش دور التسويق انتهى، ده بيفضل مستمر مع البيزنس، لان كل فترة بيحصل تغيرات كتير في السوق، بيدخل منافسين وبيطلع منافسين، بيتغير الشريحة بتاعت العملاء، العميل بيتغير المرحلة العمرية بتاعته، بيتغير مكان الإقامة بتاعته، بيتغير فكره، بيتغير مستواه المادي، حاجات كتير وتغيرات كتير بتحصل. فلازم التسويق يفضل مستمر وشغال علشان يبقى مواكب التغيرات اللي بتحصل مع العملاء ويقدر من هنا يستقطب شريحة جديدة. ولما اجي اتوسع، التسويق هو اللي هيقول لي اتوسع فين وازاي والطريقه اللي انا هتوسع بيها. ولو حصل مشكله التسويق هو اللي هيقول لي ازاي احل المشكله واعديها. ولو حصل ازمه التسويق هو اللي هيقول لي ازاي احل الازمه ديت واطلع منها، ازاي انتهز الفرص، ايه هي المخاطر، ايه هي التهديدات اللي هتواجهني، ايه هي الفرص اللي بتواجهني في السوق، ازاي انتهز الفرص ديت، ايه هي نقط القوه ونقط الضعف اللي موجوده عندي، ازاي ادرس المنافسين وازاي احللهم وازاي اخد شريحه من السوق، ازاي احصل على حصه سوقيه وازاي ازود الحصه السوقيه ديت، ازاي وازاي وازاي. حاجات كتير جدا التسويق بيجاوب عليها وبيفضل مستمر مع المشروع. طول ما المشروع شغال التسويق شغال، والتسويق هو من اهم الادارات اللي بتؤدي لتطور ونمو ونجاح البيزنس والمشروع. عايز تنجح وعايز تكبر وعايز تتطور مش هتقدر تعمل كده بدون التسويق، وهو ده التسويق. فاذا ان التسويق مش فيسبوك ولا تيك توك، التسويق هو اكبر من كده بكتير، ولازم يكون لاي بيزنس ادارة تسويق سواء داخل البيزنس او لو مش قادر ان هو يجيب فريق تسويق يعينه داخل البيزنس فيقدر يتعاقد مع شركات تسويق خارجية تقوم له بالدور ده. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن التسويق الالكتروني. ايه هو التسويق الالكتروني وازاي نعمل تسويق الكتروني وايه الفرق ما بين التسويق الالكتروني والاعلان.